الا كان مجرم وقاد يفك راسو الله يعاونو. الا كان مجرم وقادر يفك راسو الله يعاونه. في نظركم على من كان كيتكلم هنايا السي وهبي؟ طبيعة الحال من بعد التسريبات ديال جبروت بانت الحقيقة، وبان الشخص اللي كان كيتكلم عليه هنايا وهبي وكيقول بأنه الا كان مجرم وقدر أنه يفك راسو بصحته الله يعاونه. التسريبات ديال جبروت كنا بغينا نديروا عليها حلقة، كنا بغينا نتكلموا على آه، ماشي غير وهبي، وإنما كاع الأشخاص اللي تذكرت الأسماء ديالهم في هاد التسريبات، ولكن خاص لابد أننا نوضحوا بعض الأمور، لأنه كيبان بأن أغلبية ديال وسائل الإعلام لم تولي هذا الأمر أي اهتمام. حتى الحكومة ما قدرش أنه يخرج ويبرر ما جاء في هذه التسريبات أو يعطي أجوبة. السي وهبي سنة 2022 خديتي قرض مليون و200 ألف دولار، حتى لهنا الأمور بخير، ما كاين حتى شي مشكل، ما عندناش معاك حتى شي مشكل بصحتك وراحتك. وأنا ذاك ما كنتيش وزير، كنتي محامي أو عندك مكتب ديال المحاماة، الله يسهل عليك خديتي واحد القرض. ولكن الغريب في الأمر هو أن هذا القرض هذا خديتي به بقعة أرضية المسمات سعيدة. البقعة الأرضية هو عقار اسمه سعيدة، لأن هذه البقعة الأرضية كان فيها واحد المنشأة ديال واحد الفيلا مسمات سعيدة. هاد الفيلا هذه اللي خديتيها ما هيش مشروع مدر للأرباح، ما درتيش بها شركة استوردتي شي حوايج كتبيع وتشري باش أن دك المبلغ اللي خديتيه اللي خديتي به القرض درتي به واحد المشروع اللي كان مدير للأرباح باش أنك ترد الطريطات. العقار جامد ما كيدخلش الفلوس. كيفاش السي وهبي قدرتي أنك ترجع للبنكة بدون ذكر الاسم ديال البنكة؟ كيفاش قدرتي أنك ترد هذا المبلغ في مدة ديال 4 سنين؟ إذا يجب أن نديروا عملية حسابية بسيطة بناء على الراتب ديالك. أنا ذاك كمحامي وزيدك حتى وزير، لنفرض أنك كنتي وزير سيدي في 2020، مغاربة حنان، كنتي وزير سيدي في 2020، شحال يكون الصالير ديالك؟ شحال يكون الراتب ديالك بالتعويضات وكلشي؟ 10 المليون شهريا، 20 مليون، 30 مليون؟ مزيان، 20 مليون 30 مليون ما غتقدرش أنك تكمل الطريطات ديال الكريدي في مدة ديال 4 سنين، لأنه كما هو مبين عندي هنايا في الوثائق في التسريبات على أنك تحصلتي على لأنك خلصتيه في 2024، لأنك خلصتي هاد الكريدي هذا في 2024، يعني في مدة ديال 4 سنوات. تقدر تقول لنا السي وهبي تخرج في شي هكا في شي مؤتمر ولا في شي ندوة ولا مع شي جريدة وتقول لنا هاد الطريطات منين جبتيهم باش خلصتيهم؟ منين جبتي هاد الفلوس باش خلصتي هاد الطريطات؟ هذا من جهة. من جهة أخرى مباشرة من بعد ما خديتي المال لوفي ديال هذا القرض قمتي بوهب هذا العقار للزوجة ديالك مقابل 100 مليون سنتيم. 100 مليون سنتيم ما كتمثلش حتى 10% من القيمة ديال العقار. علاش ما قدرتش انك تدوزو كيف ما هو؟ العقار ساوي مليون و200 ألف دولار ودوزتيه بمبلغ 100 مليون. واش في نظرك داك العقار اللي وسط مدينة الرباط واللي المساحة ديالو كتبلغ تقريبا 2800 متر غادي يكون ساوي 100 مليون؟ كيف درتي لها؟ إذن هناك سؤال يطرح وهناك علامة استفهام في الموضوع، كاين واحد تهرب ضريبي. أو سؤال آخر للسي فوزي القجاح،